وصفة النهاردة جميلة أوي ومنعشة أوي، أوي، أوي. هنعمل كيكة بصوص الليمون والنعناع. أنا مش عارفة إن كان حد عملها قبلي والّا لأ بنفس الطريقة اللي أنا عملتها بيها. عاملة لها صوص خطير كده سقيته بيها، وكمان الكريمة اللي على الوش دي مش مجرد كريمة بيضة عادية كده وخلاص، لأ دي حاجة كده ما تتوصفش. تعالوا بقى نشوف الفيديو للآخر ونشوف عملت إيه، بس قبل ما أبدأ ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير لو عجبكم. المقادير: معايا كوبايتين من الدقيق الأبيض، معايا كوبايتين اتنين، معايا كوباية إلا ربع من اللبن، نص كوباية من الزيت، 3 بيضات، معايا كوباية من السكر، ومعايا بشر 2 ليمونة أو 3 حسب حجم الليمون، يعني حوالي معلقة صغيرة مليانة كده، ومعايا عصير 2 ليمونة برضو كبيرة أو حوالي معلقتين 3 كبار. هننزل بقى بكل المقادير بتاعتي في قلب الخلاط، وعايزاكم لما تيجوا تعايروا المقادير تكون كل المعيار واحد، يعني كوباية واحدة اللي بنعاير بيها كل المقادير. تمام. خلاص بقى نزلت كده بكل المكونات مع بعض، هبدأ اضربهم في الخلاط كويس جدا لحد ما السكر بتاعي يدوب ويبقى ناعم جدا والقوام كريمي زي ما انتوا شايفينه كده. ما ينفعش ابدا اضربه حاجه بسيطه والسكر يفضل موجود معايا، لا لازما القوام يبقى ناعم جدا وكريمي ويفتح معايا بالشكل ده. هنزل بيه بقى في بوله وهحط الدقيق بتاعي، وهحط معلقه كبيره من البيكنج باودر او نص باكت من الباكيتات اللي احنا متعودين نستخدمها للكيك. خلاص هقلب بقى الدقيق مع باقي المكونات كويس جدا لحد ما يختلط ويتجانس، ومجرد ما الدقيق يختفي هوقف تقليب وهشيل المضرب عشان خاطر ما يعملش معايا عرق والكيكة تبوظ مني. هنزل بقى بيها في البايركس اللي هو مقاس الوسط او صينية مقاس 26. هحاول بقى اطلع الفراغات كويس جدا عشان هو الموضوع زيادة شوية في الفراغات عشان خاطر الليمون مع البيكنج باودر مزودها شوية. فهنطلع الفراغات كده، او ممكن لو صينية تانية غير البايركس بنخبطها خبطتين كده تطلع الفراغات. هنكون بقى مشغلين الفرن قبلها ب10 دقايق كده يسخن كويس، وبعدين نهدي النار على 180 وندخل الكيكة بتاعتنا في الرف الوسط او اللي تحت الوسط حسب حرارة الفرن بتاعك او حسب ما انتي متعودة. هتاخد معايا بالظبط من 30 ل 40 دقيقة وهتطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنسيبها بقى تهدى ونروح نحضر لها اول صوص هنعمله. معايا هنا نعناع فريش او اللي هو الاخضر يعني طازه، ومعايا عصير ليمونتين او 3 كبار، ومعايا كمان سكر للتحليه. السكر حوالي ربع كوبايه كده، ومعايا نص كوبايه من الميه. هنزل بقى بالليمون بتاعي مع النعناع مع السكر واضربهم كويس جدا، يا اما بالهاند بلندر يا اما بالخلاط، المهم ان هو ينضرب كويس وينعم معايا. صوص بجد، يعني انتوا طبعا عارفين عصير الليمون بالنعناع. تخيلوا بقى لما تسقوا بيه الكيكه كده طعم الكيكه هيبقى عامل ازاي، بجد كان وهم، كان خطير. هزود بقى على العصير الجميل ده اللبن. هزود كوبايه من اللبن يكون ساقع كده برضو عشان خاطر هننزل بيه بقى على الكيكه بتاعتنا تشرب السوائل، تشرب الخليط الخطير ده، تبقى طريه وجميله ومنعشه فوق الوصف. هنعمل فيها فتحات كده، وبعدين بقى ننزل بالصوص بتاعنا ونسقيها كل الصوص، يعني ما تبخليش عليها، ما تخافيش مش هتطرى منك او انها تبقى طرية او زيادة عن اللزوم، لا. خلاص بعد ما شربت الصوص كده هنحطها جنبنا تهدى تماما ونروح نحضر الصوص اللي بعد كده. معايا كوبايتين من اللبن، تلت كوباية من عصير الليمون الفريش، ومعايا 3 معالق كبار من النشا، ومعايا تلت كوباية من السكر، والسكر حسب الرغبة طبعا ممكن تزوده وممكن تقلله، ومعايا بشر ليمون. هحط بقى اللبن بتاعي كده في الحلة كله على البارد لسه في الأول، مع النشا مع السكر مع بشر الليمون وعصير الليمون، حوالي معلقة كده كبيرة من بشر الليمون. وهقلب كويس جدا اللبن مع النشا الأول، وبعدين هنزل بعصير الليمون بحيث يعني اللبن ما يروبش مني كده أول ما انزل باللبن، فبحط النشا الأول. خلاص هقلب كويس جدا، وبعدين هرفعه على النار وافضل اقلب باستمرار لحد ما النشا بتاعي يستوي كويس جدا جدا واتاكد ان هو استوى، والقوام بتاعه بيتقل كمان وبيبقى زي المهلبيه كده. هي تعتبر زي كريمة الليمون بس هي اقتصادية وكمان من غير بيض ومن غير زبدة. في طرق تانية طبعا كتير، لكن انا عاملة دي حاجة للكيكة كده مختلفة شوية عن كيكة الليمون اللي متعودين عليها. هنزل بيها بقى في طبق كده عشان اسيبها تبرد براحتها، وهغطيها عشان ما تعملش طبقة قشرة من فوق تضايقني بعد كده.
هاسيبها بقى تهدى تمامًا، وبعدين هادخّلها التلاجة لحد أمّا تسقع معايا والقوام بتاعها بيتقل، وبتبقى زي المهلبية كده شوية، بس هي ما لسه بصراحة كانت عايزة تسقع كمان شوية وتجمد، بس الولاد كانوا مستعجلين. والمهم نزلت بيها كده في بولة، وبعدين هاحط عليها باكيت من الكريم شانتيه، وافضل اضرب فيها لحد ما تبقى قوامها كريمي وناعم وبيتضاعف شوية. تمام، هافضل بقى أضرب بيها كده بالمضرب. إحنا ممكن نحط يا إما باكيت أو 2 حسب ما نحب، وممكن كمان نحط كريمة لباني، ممكن نحط قشطة من وش اللبن، يعني حسب الموجود. أنا استعملت كريم شانتيه وضربتها كده لحد أمّا القوام بقى بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وهابدأ بقى أكمل بقية الوصفة. أنا هاحطها في كيس حلواني عادي، وممكن مش شرط خالص، يعني إحنا ممكن ناخدها زي ما هي كده، ننزل بيها على الصينية بتاعتنا. هي الصينية كان في فرن ابني الصغير هو اللي عمل الجريمة دي، بس عادي إحنا هنداريها بالكريم شانتيه، مش هيبان خالص ولا أكن حاجة حصلت، عادي خالص. أنا يعني يا دوبك شكل بسيط زي ما باقول لكم، إحنا ممكن ننزل بيها على طول من غير الكريم شانتيه ولا من غير الكيس الحلواني ولا حاجة، ونزينها بالشكل اللي نحبه. أنا حطيت عليها كده عنب وورق نعناع وخلاص جاهزة معايا على التقديم. لما بتسقع بتبقى جميلة جدا جدا ومنعشة بقى، ما اقولكوش بجد كانت عاجباهم جدا 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 يعني. وجربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي، طالعة خفيفة وطالعة هشة وطالعة طرية، ومش قادرة مش كل شوية بقول لكم منعشة، انتوا لازم تجربوها عشان تعرفوا قد ايه هي منعشة. قوامها كان جميل جدا، والاسفنجية كده وطرية ولونها فاتح، بجد كانت جميلة قوي. جربوها وبإذن الله هتعجبكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات تحت. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم.